الذهب ب 4000 دولار للأونصة قبل آخر السنة، ودي مش توقعاتي، دي توقعات رئيس قسم الأبحاث في بنك اوف أمريكا. تعالى كده نقرا مع بعض بيقول إيه. تاريخ التصريح 29 مايو 2025 عشان للناس اللي مهتمة بموضوع التواريخ. رئيس أبحاث السلع العالمية والمشتقات في بنك اوف أمريكا قال لك إن إحنا عندنا دلوقتي تراجع في أسعار المعادن الثمينة، الذهب والفضة، وده بسبب انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية على المدى القصير، لكنه يتوقع أن تحقق أسعار الذهب والفضة مكاسب إضافية في النصف الثاني من عام 2025 اللي هو إحنا داخلين عليه تقريبا، اللي هو بيبدأ من 1/7. وقال إن إحنا كنا متوقعين في أول السنة إن سعر أونصة الذهب يوصل ل 3500 في النصف الأولاني، وده اللي حصل وقد بلغنا هذا المستوى. ونعتقد أن السوق يمر الآن بمرحلة تصحيح قد تستمر بضعة أشهر. ما زلنا متفائلين، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو متفائل إن في توترات هتحصل فده بيعلى. ما زلنا متفائلين على المدى الطويل، ونرى أن السعر قد يتجاوز 4000 دولار للأونصة ربما في النصف الثاني من العام أو في عام 2026. لكننا نمر الآن بتصحيح نتيجة تراجع حالة عدم اليقين الشديدة التي شهدناها في الأشهر الماضية. وأضاف: اقتربنا عدة مرات من مستوى 3500، وصلنا له فعلا في 21 أو 22 إبريل، وفي شهر مايو وصلنا مرة إلى 3431 وبعد كده ارتدينا. لكن لتجاوز والاستمرار في الصعود نحتاج إلى عودة بعض التقلبات الجيوسياسية. يعني الراجل بيفول وعايز الدنيا تولع عشان الذهب يوصل ل 4000، يبقى نحتاج إلى عودة بعض التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات. نحن نتوقع حدوث ذلك مع اقتراب نهاية العام أو في 2026، لكن في الوقت الراهن من غير المرجح أن نرى ارتفاعا متواصلا في الأسعار. وطبعا أنا هحط هنا مليون خط، وده على حسب تصريحات ترامب ومدى تحركه في موضوع الحرب التجارية.